وأخيرا برشلونة صار عنده حارس بيتحمل الضغط وعنده جرينتا كمان. بالديربي قدام اسبانيول فريق غارسيا السابق لعب 90 دقيقة وكان حرفيا بوش المدفع، مو بس من كرات المهاجمين كمان من جمهور ناديه السابق اللي كان ضده بكل معنى الكلمة، تصفير وسب وتشبيهات قاسية وحتى رموا عليه مصاري كمان. طيب ليش كل هالقسوة؟ غارسيا اللي دفع الشرط الجزائي ببداية الموسم كرمال يروح على برشلونة رغم انه كان بطل قومي بنادي اسبانيول، لانه كان السبب الاساسي ببقاء اسبانيول بالدوري الموسم الماضي. ولهالسبب مدربه السابق مانولو قال وقتها برشلونة كان عنده ميسي يحسم المباريات ونحن عنا خوان غارسيا بيحسمها بالحراسة. المباراة كانت حرب نفسية كاملة وغارسيا ربحها بهدوء. طلع نجم المباراة الأول بعد ما واجه كل هالضغط مثل اللعيبة الكبار وهو عمره 24 سنة بس، وعمل بهاي المباراة 6 تصديات خرافية وكلين شيت كمان، وخلى برشلونة يخطف نقاط مهمة ممكن تكون نقطة تحول بهذا الموسم، لأنه أي نتيجة غير الفوز كانت رح تقلص الفارق مع ريال مدريد وتدخل غرفة الملابس بحسابات قبل السوبر. ولهالسبب فليك قال بعد المباراة لازم أقول شكرا لغارسيا، هو واحد من أفضل حراس العالم. هالموسم غارسيا لعب 15 مباراة بكل البطولات، دخل فيه 9 أهداف وطلع ب6 كلين شيت. برأيكم هل فعلا غارسيا صار واحد من أفضل حراس العالم وقادر يكون حاسم بموسم برشلونة ولا لا؟